الحلقة الثامنة من The Last of Us تعتبر أكتر حلقة فاجأتني في المسلسل، فتعالوا نتكلم عنها ونحللها. مع اقترابنا أكتر وأكتر لنهاية الموسم الأول من The Last of Us بنبتدي بقى نشوف حلقات ملحمية جدا، كلايماكتيك جدا. بتروينا كتير عن الشخصيات بتاعتنا ما كناش نعرفها قبل كده. الحلقة الثامنة من الأمثلة بتاعت الحلقة دي بشكل كبير جدا، لأنها حلقة فاجأتني جدا. بالنسبة لي أنا ما لعبتش اللعبة، ما كنتش عارف القصة رايحة على فين. دي حاجة. تاني حاجة إن قد إيه الحلقة دي حولت شخصياتنا بشكل كبير، وبالأخص إلي. هتكلم عن الحلقة دي، هحللها كمان، يكون في حرق مكثف للحلقة. هنتكلم عن كل التفاصيل اللي فيها والتفاصيل بتاعة الموسم كله، فلو ما شفتش أي حاجة من الحاجات دي اتفرج عليها وبعد كده تيجي تشوف تحليلنا للحلقة. بس قبل ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا لي ايه الحلقة المفضلة ليكم من الموسم لحد دلوقتي، وايه ارائكم بالظبط في الحلقه الثامنه اللي احنا شفناها دي. هل فاجئتكم زي ما فاجئتني كده، ولا ايه رايكم فيها بالظبط؟ ومن غير مقدمات كتير ومن غير ما نضيع وقت، يلا نبتدي بقى في تحليل الحلقه. الحلقه بتبتدي معانا بتراوينا مجتمع كده، في مجموعه من الناس، وبيكون القائد بتاعهم هو ديفيد. وده بيكون في الظاهر كده صاحب دين وعارف الديانة المسيحية ومسيحي، مصدق في الدين بتاعه بشكل كبير، وبيكون بيقود كل الجماعة دي اللي فيها نساء وأطفال كتير. بعد كده بنشوف إلي وجول تاني. بعد ما عالجت جول إلى حد ما، بيكونوا عايزين يوصلوا لمصادر طعام تانية، لأن خلاص الأكل اللي عندهم خلص، وجول مش موجود عشان يصطاد أو يعمل أي حاجة. ف إلي بتضطر إنها تاخد المواضيع في إيديها وتطلع بالمسدس عشان تصطاد. واحنا كنا شفناها وجول بيعلمها ازاي تصطاد في الحلقة السادسة، فدي حاجة حلوة ان احنا بنشوف الحاجات اللي عملتها مع جول بتستخدمها عشان تساعده. بتكون بتصطاد أرنب لكن ما بتعرفش تجيبه، فبتصطاد غزالة كبيرة. فلما بتروح خلاص عشان تشوف الصيد بتاعها، ديفيد والمساعد بتاعه اللي بيعمل دور الراجل اللي كان بيعمل شخصية جول في الألعاب، اللي كان بيعمل الموشن كابشر بتاعه، بيعمل صوته في الألعاب بتاعة ذا لاست اوف. فده كده كنوع من كاميو ليه في الحلقة دي. بيبانوا لها كأنهم أشخاص طيبين وعاديين جدا، وبيحكوا لها إن هما بيقيدوا جماعة من الناس اللي جعانين كلهم ومحتاجين أكل. فبتقول لهم إن احنا هنتبادل حاجات مع بعض، هتديهم نص الغزالة، هما يدوها أدوية عشان تطهر الجرح بتاع جول. وهنا لما بيقولها ديفيد إن هو فعلا الناس كلهم جعانين عنده، وإن هو عايز يجيب لهم أكل، وإن هو عايز يوفر لهم المأكل، مش بيكون بيكذب فعلا، لأن هو الموتيفيشن بتاعه على مدار الحلقة، او ممكن يكون جزء منه ان هو بيحاول ان هو يوفر دايما الحياة الكويسة للناس دي، ويعمل لهم حاجات كتير، لدرجة ان الموضوع بيخليه غير متزن نفسيا بعض الاتنين. وديفيد برضو بيتكلم إلي عن نفسه وعن تاريخه بمشهد مماثل للمشهد اللي ظهر في اللعبة، بنفس الطريقة ونفس طريقة الكلام ونفس الطريقة اللي بيظهر فيها ديفيد كشرير. بكلامه هو بيقولها ان هو كان مدرس عادي جدا قبل الاوت بريك، ما كانش بيؤمن بوجود اله، ما كانش بيؤمن بالمسيحيه ابدا. لكن اول لما حصل الابوكاليبس او نهايه العالم او الحدث اللي قريب من نهايه العالم ده حدث، ابتدى ان هو يقرب من ربنا، وابتدى ان هو يعتنق الديانه المسيحيه بشكل كبير جدا، لدرجه ان هو بقى بيستخدمها لتحفيز الناس التانية. وبالفعل هنا في نوعين من الناس. نوع لما حاجه زي كده تحصل، ما تلاقيش عون وما تلاقيش مساعدة من ربنا، تقول خلاص ربنا مش موجود، ربنا مش بيحبنا، فبتترك الديانة. وده اللي شايفاه من وجهة نظرها. لكن من وجهة نظر الناس اللي مع ديفيد عامة، ما اعتقدش ان هو ديفيد بيؤمن بالحاجات اللي هو بيقولها قوي، وهدخل في الموضوع ده بعدين. ان حاجة زي كده الابوكاليبس ونهاية العالم بيكونوا مستنين المساعدة بتاعته والحفظ بتاعه في اغلبية الوقت. وبكلامها ان هو بعد كده كان في حجر صحي في مدينة بيتسبرج، ومدينة بيتسبرج دي في لعبة لاست اوف اس كانت هي المدينة اللي تعرضت للأحداث اللي حصلت في الحلقة الخامسة والرابعة من المسلسل. لكن في المسلسل كانت مدينة كانساس، فهنا المدينتين حصل لهم نفس الحاجة. وكمان هو بيحكي ان هو تم تحرير الحجر الصحي من الفاير فلايز، فحصل نفس الفكرة اللي في اللعبة، لكن اللي ظهر في المسلسل مدينة مختلفة. اكتشف ان في نهاية الحلقة السادسة الراجل اللي قتله جول ده كان ابو احد بنات المجموعة بتاعة ديفيد، فبالتالي هم عايزين يقتلوا جول وياخدوا إلي عشان ينتقموا للراجل ده، وكمان لأغراض تانية كتير مش كلها حتى كمان ظهرت لنا في الحلقة. لكن إلي بتقدر تهرب المرة دي بالدواء، لكن بيبقوا هيتتبعوها اليوم اللي بعده.
بس عجبني هنا اتكلم عن كل الحركات الذكيه اللي إلي بتعملها في الحلقه دي بالذات. الموضوع غريب جدا، حاجات انا ما اعتقدش ان انا لو في موقف زيها اقدر ان انا افكر بالطريقه دي. اول حاجه ان هي تخرج تصطاد لوحدها، تصطاد غزاله كامله، انها بتفضي الرصاص من المسدس في ال في الجزئية دي من المشهد، لما بتكون مثبتاهم بالمسدس بتاعها، لما بتخلي ديفيد يقتنع بانها بريئة وهتبقى معاه، في لما بتفهمهم انها انفكتد. كل الحاجات دي حركات ذكية جدا، وده بيظهر لك ان كل الاطفال اللي كانوا بيكبروا في الفترة دي مروا بحاجات كتيرة جدا، لكن ان هي بتخليهم عندهم survival مود الى حد ما، او بتخليهم يبقوا يعرفوا يفكروا في المواقف الصعبة. بعد كده بننتقل لمشهد بنشوف المجتمع بتاع ديفيد ده، وهما بيعملوا العشاء للناس كلها، فبيجيبوا كده طبق من اللحمة، بيفهمونا ان ده لحم غزال. بس بعد كده بنكتشف ان الغزالة اللي خدوها من إلي لسه ما جابوهاش اصلا، فبنفهم من هنا بداية الطرق الخبيثة بتاعتهم في ان هم يأكلوا الناس كلها، وان هي بلحوم البشر. وهل الناس كلهم عارفين ان دي لحوم بشر؟ ما اعتقدش ان كل الناس عارفة. في اللعبة المجتمع كله كان عارف، وكانوا مقتنعين بده، وكانوا عايشين بده عادي، بالعكس حبوه وادمنوه كمان. لكن في المسلسل مش باين قوي هل ده صح ولا لا، لكن اللي واضح ان ديفيد هو الوحيد اللي مدمن الموضوع ده وعنده الميول الخبيثة لشيء زي ده. وفي المشهد ده لما بيعنف البنت اللي هي كانت بنت الراجل اللي قتله جول، بيظهر هنا الدافع الحقيقي ليه، بيشوف نفسه كأب الناس كلهم، لكن بطريقة مرعبة ومخيفة، بطريقة فيها شيء من الخبث، بطريقة فيها شيء من الاستحواذ. تاني يوم خلاص بيكونوا هيهجموا على المكان اللي فيه إلي، لكن إلي بتقفل على جول، بتديله سكينة وبتسيبه، وبتحذره من الناس اللي داخلين عنه، وبتحاول تبعدهم عنه، ان هي بتركب الحصان وبتاخد معاها مسدس وبتجري منهم، لكن طبعا بيشوطوا الحصان وبيقدروا ان هم يمسكوا إلي. وديفيد بيحطها كده في سجن معين، بيحكي لها عن النوايا بتاعته، وبيقول لها ان هو يقدر يساعدها، لكن هي بتشوف الحاجة الغريبة جدا اللي كانت موجودة في المكان ده، بتشوف كده زي ودن مقطوعة، فبتبتدي تفهم الغرض اللي هم بيعملوه، ان هم بيعملوا حاجات مش طبيعية في البشر، وبتستنتج الحاجات في الاخر. فطبعا بتترعب جدا لانها بتحس ان هي هتتاخد كوجبة للناس دول كلهم. لكن هنا ديفيد بيحاول ان هو يضحك عليها بالكلام الديني بتاعه، هو ده الطريقة اللي بيستخدمها في كل التعاملات بتاعته، ان هو بيستخدم كلام ديني، بيستخدم كلام مقدس لبعض الناس عشان يضحك عليهم وياخد منهم اللي هو عايزه. وده بيستخدم دلوقتي في حاجات كتيرة جدا، ومش بعيد ابدا عن الحقيقة اللي احنا بنعيشها. كمان ديفيد بيشرح لها قد ايه هو بيشوف الفطريات والحاجات اللي بتعمل الفيروس ده كشيء ياخده كقدوة، لان هو شايف ان هما مجرد حاجة في العجلة بتاعت السرفايفل والعجلة بتاعت الحياة، ان هما بيستخدموا كل الحاجات اللي حواليهم عشان يحموا السبيشيز بتاعتهم ويحموا النوع بتاعهم، هما لهمش دعوة بأي حاجة تانية. فهو شايف ان هو عشان يحمي المجتمع بتاعه ده والناس اللي هما في مسؤوليته دول، لازم يعمل اي حاجة لو هيقتل الناس وياكلهم ويقدمهم كوجبات للناس اللي عايشين معاه دول. فموتيفيشن غريب جدا، وشايف ان هو صح بالنسبة لنفسه. فانا شايف ان ده من احسن الاشرار اللي مكتوبة في المسلسل ده. إلي بتهاجمه وبتكسر صباعه وبتحاول انها تاخد المفتاح، لكن بيمشي غضبان وبيكون هيجيب المساعد بتاعه عشان ياخدوا إلي. وهنا بنشوف جول وهو بيكون قتل التلات رجال بتاع ديفيد عشان يوصل لإلي. وبنشوف هنا العنف الحقيقي بتاع جول اللي كان بيعملوا له هنت فيه من أول حلقة. الحلقة السادسة كمان بينت لنا الحاجات اللي كان بيعملها. وهنا بنشوف ان هو بعد ما أخد المعلومات اللي عايزها من الاتنين دول، قتلهم بطريقة وحشية جدا، وإلي مش موجودة، إلي مش شايفة الموضوع ده، فعمل كده بشكل مرعب. احنا مش عارفين جول كان وصل ايه بالذات. وعشان تحاول توضح القيمة الأخلاقية بتاعت شخصية زي جول، الموضوع صعب، لأن انت كمان لو مكانه هتعمل ايه؟ انت كل اللي انت بتحاول تعمله انك تنجو، ولو عندك ناس على مسؤوليتك كمان لازم تعمل حاجات كتير عشان تنجو. فالأفعال بتاعته دي حاجة صعبة جدا انك تقدر تحدد ال... الكومباس الأخلاقي بتاعه، بالذات في الحلقة الخامسة والستة بيتكلموا عن الموضوع ده كويس جدا. لو انت عملت حاجة وحشة، هل ده معناه انك شخص وحش فعلا ولا لا؟
بيقرب من المكان اللي بتكون فيه إيلي، وإيلي هنا كانت خلاص هتتقتل من ديفيد والمساعد بتاعه، لكن بتقولهم ان هما ما يقدروش ياكلوها عشان هي انفكتد، وهي بالفعل انفكتد. لكن هل هي لما تعض حد هتخليه انفكتد؟ الموضوع ده لسه سر بالنسبه لنا. فبتقدر تستخدم الحين دي انها تعرف تهرب منهم، بتقتل مساعد ديفيد، وبيحصل معركه منها وبين ديفيد، وفي الاخر بتقدر انها تقتله وبترجع تاني لجول. الموضوع غريب جدا بالذات في مسلسل زي ذا لاست اوف اس، ان هو مسلسل بيتكلم عن الزومبيز والوحوش، ان هما مش الخطر الخالص الاساسي بتاع المسلسل. كام حلقة ظهر فيهم الانفكتد، لكن ما كانوش هما الخطر الاساسي. الخطر الاساسي دايما كان بيبقى بشر عندهم قيم وحاجات شايفين انها لازم تتنفذ. جول هنا بيحضن إلي وبيقول لها بيبي جيرل، او خلاص بيدل على ان هو شايفها كبنته. وان هو ما كانش بيقول لها الجمله دي خالص او الكلمه دي خالص الا لحد دلوقتي. هي انقذته وحاولت تدافع عنه، وهو طبعا بقاله فتره معاها طويله جدا، فالريليشن شيب والعلاقه اللي ما بين جول وإلي كانت قويه جدا خلاص بنهايه الحلقه دي. بس ده تحليل بتاعي الحلقة الثامنة من The Last of Us. خلاص فاضلنا حلقة أخيرة ويكون كده الموسم خلص. في الآخر بقى هتكلم عن حاجات عن الموسم، هرتب الشخصيات، هتكلم عن المسلسل ككل. فمتنسوش تفعلوا الجرس عشان تشوفوا الحاجات دي كلها، وتكتبوا لي رأيكم في الموسم لحد دلوقتي، عجبكم ما عجبكمش، وايه توقعاتكم لآخر حلقة. وسلام.